عدنا إليكم من جديد في حلقة جديدة من بودكاست رجال تعرف المستحيل. والنهاردة معاكم عبدو ومنزو كالعادة، عشان متضايق مني إن أنا ما قلتش كالعادة في الريكورد الأولاني. اهلا اهلا. والنهاردة جايين نتكلم معاكم عن حاجة ممكن نكون اتكلمنا فيها قبل كده، أو تناولنا الموضوع ده قبل كده، وهو البوصلة ضاعت. بس المرة دي البوصلة ضاعت بارت 2. واشرح لنا يا عبدو، احنا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا على ان لحظة ادراك ان الانسان لان هو ضايع، ان هو حصل له دروب، ما بقاش عارف يروح فين ولا يجي منين. واتكلمنا عن محاولات البني ادم نفسه ان هو يحاول ان هو يلاقي طرف الخيط اللي يخليه يوصل لفوق. فالنهاردة هنتكلم على الرحلة بقى من النص. محاولات البني آدم نفسه، المحاولات اللي هي تخليه ان هو يطلع فوق، ازاي ان هو يوصل. وهنتكلم عن الرحلة نفسها بشكل عام، نظرا لان الواحد مر بالرحلة دي وهو لسه جوه الرحلة دي، وكل يوم بيكتشف حاجات هي رحلة كتير في أبدية عامة. نفسه. هي رحلة أبدية، بس يعني ايه، انك بتبص الرحلة من اول ما تركب، غير وانت في نص الرحلة، غير بعد ما ايه توصل. مظبوط. فاحنا النهاردة هنتكلم على منظور المسافر وهو في نص الرحلة. طيب. بس كده. ماشي، كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عن حبيب قلبي. ايه. لا لا، ما نكمل. ماشي. طيب. ما خلينا في الاول نتكلم عن هو ليه ممكن نكون مكتئبين، او هو ايه الحاجات اللي ممكن تخلينا مكتئبين. طبعا الاكتئاب حاجة الواحد ممكن ما يكونش مدرك اصلا ان هو فيها، لانها ليها علامات كتير جدا واسباب كتير جدا وصعب يعني صعب انك تاخد بالك اصلا. انت فجأة كده مرة واحدة بتلاقي نفسك اتقالك ان انت ايه، انت والله عندك اكتئاب، او انت بتدرك ده مع الوقت. يعني طبعا مش هنقعد نتكلم بقى ونغوص في الحتة دي، وايه الفرق ما بين ان انت متضايق وان انت عندك اكتئاب، وان انت حزين او انت بتاتنشن، كل الكلام ده. فاحنا هنتكلم على الرحلة بتاعت الاكتئاب نفسها. الاسباب كتير جدا، اسباب مختلفة، من اسباب نفسية، من اسباب اجتماعية، من صدمات، ضغوط، اسباب اختلفت كتير يعني. فاحنا ممكن نصنفها لكاتيجوريز. وحابب ان انا اتكلم في اول كاتيجوري عن الصدمات النفسية، زي فقدان شخص عزيز عليك، تعرض مثلا لإيذاء من نوع معين، تفكير سلبي، اضطرابات شخصية يعني، حاجات مثلا تكون انت اتربيت عليها غلط. دي عوامل نفسية. يعني في بقى مثلا عوامل تانية بتكون ايه، في الحياة نفسها، في الحياة الاجتماعية نفسها، زي مثلا ضغوط، زي مثلا ايه، انت خسرت وظيفة، آم، حصل لك دروب في حتة معينة في دراستك، مشاكل مع أهلك، ما كده. في الانعزال برضو، يا تبقى منعزل انعزال مش بإرادتك. تعرض مثلا للعنف في مرحلة الطفولة مثلا، أو في أي مرحلة تانية، أنواع بقى من العنف مثلا اللي هي الجسدي أو اللفظي أو أيا كان إيه هو. فيعني الأسباب كتير، أسباب كتير، وأنت ممكن ما تاخدش بالك غير بعدها بفترة حلوة إن أنت آه، الاكتئاب نفسه ما بتاخدش بالك إن أنت وصلت هنا، لأن هو مش حاجة بتتقاس على مدى قصير، هي بتتقاس على مدى بعيد. أنت فجأة بتلاقي نفسك بتعمل عادات ما بتاخدش بالك منها، عادات صغيرة، وبعدين فجأة تقول ايه ده انا بعمل كذا، واحد واتنين وتلاتة، ده انا بعدت نفسي عن الناس، ده انا ما بقيتش قادر اركز في حاجه، ده انا بقيت بحس ان انا بفكر بسلبيه دايما على طول. فتعرف ساعتها ان انت لا، في حاجه غلط. مظبوط. بس يعني اظن ان احنا ده مجال واسع ان احنا ممكن نحصره في اسباب معينه يعني.
تختلف على حسب الشخصيات طبعا، يعني كل واحد ما بيبقى. هو طبعا، ما هو كل واحد هيمر باكتئاب مش هيبقى زي التاني يعني، او ممكن يكون في حالات، بس الحالات برضه مش هتبقى متوافقة في كل حاجة بنسبة 100%، لان كل انسان بيمر بتجارب وبيعيش حياة مختلفة عن الانسان التاني. في تشابهات اه، لكن 100% مش شبه بعض. اه دي طبعا بترجع لان كل واحد بيبقى وطبعا حوار اتربى تربية الاكتئاب مختلفة. بالظبط. وبرضه خلينا نقول ان الاكتئاب ده بيختلف من شخص للتاني، في انواع صدمات ممكن ما تأثرش فيها وتأثر فيك والعكس. بالظبط اه بالظبط. يعني في ناس بتخرج من العلاقات يعني ما مش محطمة من الداخل بنسبة 100%، ناس بتكون قادرة تقف على رجلها وقادرة تكمل أو قادرة ما تقعش قوي، وفي ناس اه حياتها وبتبقى ممكن مثلا، تتدمر. اه وفي لان مثلا انا ممكن اكون اتعرضت للموقف ده قبل كده فعرفت اتعامل معاه، لو تعرضت له تاني هعرف اتعامل معاه. أيوة، بس أنت عشان عرفت، عشان اتعودت عليه في مرة أو عشان انت وقعت في مرة، فانت بقيت قادر بعد كده لو حصل أي حاجة في نفس الموضوع ده هتعرف تعدي. لكن في بالظبط المرة كده. الأولى كان الموضوع صعب، مم. زي أول مرة في أي حاجة، أول مرة في أي حاجة بتكون صعب أو مش سهلة أو مش مألوفة. فانت بتاخد فترة لحد ما تتعود أو تقدر أو تفهم ازاي هتعدي. دي حقيقة فعلا. دي الفكرة. هي لكن زيها زي اه زي البروبلم سولفينج كده. بالظبط، كنت اقول لك والله، هي حاجه زي الالجوريزمز. انت الالجوريزم دي انت المفروض تفهمها كويس، تحللها بعدين تحلها. لو عرفت طريقتها انت حلت، لو عرفت هي بتتكلم عن ايه انت عرفت تحلها. بس طبعا الالجوريزم ماده صعبه جدا، فانت مش هتعرف تفهمها بسهوله يعني. عندي كان الترم لازم الجاي. هاخدها معاك عامه. هاخدها تاني معاك، فرق كتير. فخلينا نتكلم في موضوع تاني عشان ده ممكن يسبب لي اكتئاب يعني دلوقتي. انت لما تيجي تحل اول كود برمجة بتحس طبعا بالصعوبة، لان انت ايه ممكن تكون فاهم السنتكس وفاهم الفكرة، بس بتلاقي ان ايه في صعوبة وقت ما تيجي تخش في بروجرام اكبر من اللي قبليه او بروجكت اكبر. هتلاقي نفسك ايه، لا ده في حتة هنا انا خدتها قبل كده وعرفت اتعامل فيها قبل كده، فالموضوع هيكون اسهل شوية، يعني هيكون بتطلع السلم الموضوع بالتدريج. بالظبط كده. مم. فهي دي نفس الفكرة يعني. طيب، احنا ممكن نتكلم برضو عن ايه؟ دلوقتي احنا زي ما قلنا الأسباب بتاعت اللي ممكن تؤدي إلى الاكتئاب. عايزين بقى ننتقل لنقطة تانية، وهي ازاي أو نتكلم في نقطة تانية اللي هي لحظة الإدراك. لحظة إدراك إن أنا في مرحلة محتاجة وقفة مني، أو إن أنا في حتة صعبة. ازاي البني آدم بيوصل للحظة الإدراك دي، وازاي بيتعامل معاها. هقول هو مبدئيا، لو جينا نقيس او تعالى نعمل كده كأننا بنعمل جدول مقارنة ما بين لحظة الإدراك اللي في الحلقة الأولانية ولحظة الإدراك هنا. تمام، مم. لحظة الإدراك في الحلقة الأولى كانت بتتكلم عن إنسان كان في مكان كويس ووقع، وهو مش شايف إن هو واقع، هو مم. بيتكيف مع وقوعه ومستمر فيه لحد ما يدرك ان انا وقعت ومفيش حد يطلعني وعايز اقوم. ده اللي اتكلمنا فيه في الحلقه الاولى. لحظه مم. ادراكك وانت مكتئب تختلف تمام، لانك ايه وانت مكتئب انت مش بتنسى انت مين، او مش بتكون في مكان حلو وبقيت في مكان وحش، انت بتقع لتحت قوي بسبب حاجه. تمام، مش بتفضل تقع بالتدريج زي الحاجات التانية، لا انت بتقع مره واحده بسبب موقف حصل فخلاك تحت قوي. لا انا ده بتبقى بختلف بقى، هو انت بتقع بالتدريج، بتقع بالتدريج، انت بس ما بتبقاش واخد بالك من إيه، يعني انت في حاجة بتقل عندك كل لا، مدى بالوقت الوقعة الأكبر. الأخيرة مش بتبقى بالتدريج. أنت ممكن تكون بتقع بالتدريج على مدار، يعني بتقع سلمة بسلمة لحد ما حاجة تقطم ظهرك خالص فتوقعك. بالظبط، ما دي بقى اللي هي اسمها ايه، القشة التي ايه فشخت ظهر قسم البعير. الظهر البعير ماشي، بس بالظبط. مش ده اللي بتكلم فيه. أنا بتكلم اللي امال. هو في النقطة اللي اتكلمنا فيها في الحلقة الأولى، هو كان ممكن يقع تدريجيا سلمة بسلمة لحد ما يوصل للقاع، لكن اه في نقطة الاكتئاب أنت في سلمة من بعدها هتقع على وشك مرة واحدة، فاهمني؟ اه لما تقع الوقعة دي أنت هيبقى عندك وقت قليل فشخ إنك تدرك فيه ده قبل ما تغوص، فاهم؟ اللي هو أنت عندك وقت ده لو قليل. حظك حلو بقى، لو حظك كويس. بالظبط وقليل فشخ اللي حظهم بيكون كويس، بالظبط الناس اه. اللي عندها القدرة انها تلاحظ ده وتقوم، لان لا الوقعة تحت بتدمر كل حاجة انت بنيتها على نفسيا الأقل ده صحيا بيكون جسديا صفر. ساعتها وقتها. بالظبط اه، لا ما هو انت كده كده هتقوم، خلينا متفقين ان كونسبت ان انت هتقوم ده كده كده موجود، بس هتقوم امتى؟ لا في هتقوم ناس كتير ما بتفضل تحت، ما بتقومش. في هتقوم ناس بتحب الحوش تحت. هتقوم هي لو ما قامتش هتموت.
ما هو محدش بيفضل تحت وبينجح، فاهم؟ محدش بيفضل تحت وحياته بتمشي بشكل عام في كل حاجة. أنا ممكن أبقى تحت بس بقاوم فسلمة بسلمة وهطلع واحدة واحدة، تاتا تاتا. لكن إن أنا أفضل تحت وأقول أنا حياتي ماشية، مستحيل حياتي تمشي وأنا واقف تحت. ما بالظبط. الدنيا كلها بتطلع وأنا واقف تحت. هي مش هتمشي، بص، كأنك في لوب. شفت انت فيلم ألف مبروك؟ شفت الفيلم ده اصلا معمول من قصة ميثولوجيا، عن يعني بدون دخول في تفاصيل، ان واحد ايه عوقب بان هو يفضل شايل طوب زي حجر كبير جدا ويطلع بيه فوق الجبل، وكل ما يقرب ان هو يوصل للنهاية يقوم واقع تاني، فهو بيبقى جوه لوب. فساعتها الوقت هيمر عادي جدا، هتفضل عايش، بس انت هتفضل عايش ومش عايش، هتفضل عايش في دوامة لوب. كل يوم بتحصل، كل يوم انت مش عارف تطلع منها، عشان انت ساعات يا باختلاف بقى، يعني ممكن انت مش عارف تطلع، ويمكن يبقى انت مش عايز تطلع. ما هو الفكرة، ما هو انت واقف تحت. انت هتدرك لما تحس ان كله بيتحرك وانت واقف تحت. لما بالظبط، دي تدرك لحظة الإدراك اللي احنا بنتكلم عليها فعلا. هتدرك لما مشاكلك تكون بالنسبة للمشاكل اللي انت المفروض تكون فيها هي مش مشاكل. انت المفروض اه. انت بتمر بحاجات دلوقتي، لا المفروض تكون اصعب. المفروض انت تكون بتجاهد في حاجات تانية، مش بتجاهد انك تتخلص من اكتئابك بسبب علاقة او بسبب مشكلة أسرية، بسبب أي حاجة. لأن الاكتئاب مش مربوط بعلاقات، يعني ما خلينا واقعيين. في حاجات كتير بتؤدي للاكتئاب مش العلاقات بس. فأنت اللحظة اللي بتدرك فيها دي أنت بتبدأ تفوق لنفسك. أنا ما ينفعش أفضل هنا كتير. أنا زعلان، وأنا طالع ميتين أهلي، أنا عايز أعيط، بس أنا لازم أمشي وأنا بعيط. أعيط وأنا ماشي مش مشكلة. لو هو اضرب نفسك بالجزمة وامشي وعيط وأنت ماشي، محدش هيقولك أنت بتعيط ليه، بس لازم تمشي. بس أنت لو ما مشيتش انت خلاص زي ما انت قلت، انت في لوب. اللوب انت دي لو بتتخلى فضل. عن تتخلى عن عن ادمي. انت ادميتك. بتتخلى ثانية استهجى. ادميتك. ادميتك. انت هي دي بتتخلى عن دوكا دي. ادميتك ساعتها، هي ده الذكرى. هما اتنين. ساعتها انت اه، بتتخلى عن ادميتك، ما بقاش في فرق ما ما هو انت بينك وما بين. بتستسلم لاكتئابك. اه بالظبط. فاهم؟ فهي تمام. الفكره في ايه؟ انت لو فضلت واقف تحت، انت زي ما انت قلت هتفضل في لوب، انفينيتي لوب بقى. طول ما الانفينيتي لوب دي شغاله، البروسيسور بتاعك هيتحرق في وقت ما. ده هي حلقه برمجيه بقى. انا عندي امتحان بعد بكره بقى بس. فاهم؟ فهو انت لو فضلت في الانفينيتي لوب دي، البروسيسور هيتحرق، وانت ما تعرفش اسعار البروسيسورز بكام اليومين دول، فاتحرك. لازم تتحرك اه بسرعه. ايوه. طيب، آه، انا شايف ان احنا استفدنا واتكلمنا بشكل كبير عن لحظة الادراك دي. بس خلينا احنا مش هنبعد قوي، بس خلينا نتكلم عن تحمل المسؤولية في الوقت ده بعد ما تدرك انك فعليا ايه، انت في خرق، او انت في حفر، او انت ما تحت. دي بقى اول خطوه بعد لحظه الادراك على طول، مم. بالنسبه من وجهه نظري على الأقل. مم. يعني في ناس كتير، وده اقتناعي الشخصي يا جدعان، يعني مش شرط ان هو يكون صح بالنسبه لكم، بس ده اقتناعي الشخصي. من واحد مثلا عاش المرحله دي فعلا وحاول ان هو يدور على حلول في كل حته. في دايما الناس تقعد تقول لك ايه، الناس دول اللي هو مثلا المختصين او اصدقائك او ناس بتحبك، اهلك كده، يقول لك ما تلومش نفسك، ما تقعدش تلوم في نفسك، ومش شرط انت غلطان، وانت ممكن يعني ما تعلقش كل حاجة على شماعتك انت. وانا من وجهة نظري اللي هو ماشي، ما تقعدش تلوم في نفسك، بس مش عشان انت مش غلطان، بس عشان ان هو ده مش هيوصلك لحاجة دلوقتي. بس لازم تدرك ان انت اللي حطيت نفسك في المكان ده. مم. اختياراتك، سوء اختياراتك، سوء تعاملك في مواقف معينة، عدم الوعي الكافي في مواقف معينة هي اللي حطتك في الحتة دي. حتى لو يعني لو انت مثلا في سبب معين كبير، سبب يعني، ولنقل مثلا انت خسرت وظيفتك، تمام، فالسبب ده مش انت اللي رحت سبت الشغل ومشيت، يعني ما هو المدير طردك. بس لو رجعت مثلا السبب ده وقسمته لأسباب صغيرة ومسكت كل موقف انت اتعاملت فيه، يعني مثلا انا اتطردت من مش من انا سبت الشغل مثلا، او اتطردت من الشغل بسبب ايه؟ مش كنت مقصر مثلا، بسبب ان انا في موقف ما كنت المفروض اعمل حاجة وعملت حاجة تانية كده. فانا ساعتها بتحمل مسؤولية ان في اختيارات صغيرة
هي اللي وصلتني للحتة دي. فاهم. فلان انا لو فضلت اقعد الوم الناس، الوم الظروف، الوم الحياة نفسها، مش هوصل لحاجة. ومش معنى كده انا اقعد الوم نفسي، ولكن بشوف ان انا زي ما كان في ايدي ان انا عملت حاجات خلتني اوصل للحتة دي، في ايدي ان انا لو غيرت الحاجات دي اوصل لحتة تانية احسن. مظبوط. القدر مش بيتغير، ولكن الاسباب اللي بايدينا ممكن نغيرها. طيب بس خليني أقول لك على نقطة تانية أنا حابب أتكلم فيها برضه شوية. لحظة إدراكك واللحظة اللي بتكتشف فيها إنك تحت أو بتبقى بتحاول تطلع، هي نفس اللحظة اللي بتفتكر فيها إن أنت جانبك الديني صفر، فأنت في الوقت ده تحاول تقوي الجانب الديني عندك. في ناس بتخجل، في ناس بتقول لك هو انا لما ابقى واقع اروح لربنا اطلب منه يقومني، او انا في فتره امتحانات فانا هوصل لي في فتره الامتحانات بس وبعدين همشي. لا مم. تخجل، لا تخجل بعلاقتك دي حاجة بربنا. مهمة جدا. لا تخجل لو انت ما بتصليش، بس انت دلوقتي عايز تصلي، او انت عايز تصلي عشان انت نفسك في حاجة، انت بتعبد ربنا، فانت هتطلب من مين؟ ما هو الانسان ضعيف، الانسان خطاء، احنا خطائين، احنا خلقنا عشان نغلط ونتوب، احنا خلقنا عشان دي حياتنا. الانسان لو كان كامل، او الانسان لو ما كانش بيغلط كان بقى ملاك، ما كانش نزل على الارض. دي حقيقة. فانا نقطة مهمة جدا بالنسبة لي اللي أنا عايز أقولها، إن لما تكون واقع ما ترجلش من ربنا، ما ترجلش إنك ترجع لربنا. لعل النقطة اللي أنت وقعت فيها دي، والمرة اللي هترجع فيها لربنا دي، هي اللي تخليك ترجع دايما. لعل المرة دي، المرة اللي أنت هتصلي فيها دي، هي اللي هتخليك تصلي على طول، هي اللي هتخليك تقرب من ربنا دايما. فأنت كمل يعني، اقرأ قرآن. أنت عايز تقرأ قرآن مع إنك ما بتقرأش القرآن على طول. أنا عايز أصلي دلوقتي، صلي كمل. ممكن مرة في مرة انت نفسك رجلك هتوديك. انت لما بتعمل عادة ايا كانت هي ايه، لما بتيجي تكررها كتير كتير، انت بقيت بتعملها بشكل دوري من غير ما تلاحظ، مخك بقى متبرمج ان انا هعمل كده، فاهم؟ امم. فجرب جرب، انت مش خسران اي حاجة، لا انت كسبان كل حاجة. نفسيتك هتتصلح، دنيتك هتتصلح، واخرتك كمان هتتصلح. فايه يعني، انا كان لازم اقول الحتة دي يعني. شد حيلك، شد حيلك في الحتة دي، لأن الحتة دي لو أنت ظبطتها كل حاجة هتظبط. هو مش شرط ان انت عشان الوازع الديني عندك، يعني اللي انا عايز اقوله ايه، ان انت الوازع الديني عندك ممكن يكون كويس، يكون قوي ويحصل لك اكتئاب عادي، يعني يجيلك ايوه، اكتئاب عادي. ما هو الطبيعي ان هو ولكن احنا كمل ايه، كمل كمل كمل. ولكن طبعا البني ادم اللي بيبقى ما عندوش برضه وازع ديني، فهو ده اسوأ بمليون مرة. للاسف المجتمع اللي احنا فيه الايام دي، وعلى السوشيال ميديا، وعلى ال الافلام والمسلسلات وكل الكلام ده، بيهمشوا الوازع الديني بشكل كبير جدا. دايما بيحطوا اسباب منطقية وطرق منطقية، وبيتجاهلوا موضوع الدين. وده شيء مش يعني طبعا كل حاجة ليها أسباب، ولو خدت بالأسباب دي هتوصل وكل الكلام ده. بس في نفس الوقت الوازع الديني مهم جدا، لأن دايما بني آدم اللي عنده إيمان بربنا وعارف إن ربنا مش هيسيبه، وعارف إن ربنا بيبتليه، وعارف إن ربنا بيحطه في مكان، طالما حطه في المكان ده يبقى هو عارف إن هو قد المكان ده. فبيكون عنده مصدر طاقة ان هو يبذل الاسباب الدنيوية بقى. انت فاهمني؟ انت ايه نايم ولا ايه؟ لا لا لا، معاك. وطبعا موضوع ان ربنا لما انت تعمل حاجة غلط او تبعد عن ربنا وتبقى مكسوف انك تروح له، فهو ربنا بيبتليك بانك تعمل ذنب معين عشان تتوب عن الذنب ده وترجع له. مم. ربنا قال في حديث القدس، يعني فيما معناه، عشان انا مش فاكر نص الحديث يعني. بيقول ان انت لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. مم. فهمت؟ هو ربنا بيديك ان هو عايزك ترجع له، هو مش انك تتكسف منه. اه انت طبعا تتكسف ان انت عملت حاجة وحشة، دي حاجة كويسة، مش حاجة وحشة، بس مش انك تستكبر انك ترجع لربنا. بالظبط، فاهم لان قصدي؟ ده هنا دي الحياه اصلا، الحياه انك تغلط وترجع. ده معناه انك حد كويس. بالظبط، ده طول ما معناه ان انت انت طول ما انت ده شيء عندك ضمير كويس. وعندك حاجه بتخليك تتأنب، انت كده على الطريق، انت كده لسه ما متش، انت كده لسه انت لسه بني ادم. بالظبط. انما بقى واحد يقول لك لا يا عم انا بعيد عن ربنا فلا مش هروح، انا اكمل زي ما انا عايز. لا. اه كده عادي، ينط من قاع لقاع 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 لحد ما في الاخر هيوصل لقاع اكبر بكتير. دي حقيقة. طيب أه خلينا نطلع من النقطة دي، استفدنا فيها قوي يعني. قول لي، عايز أسألك سؤال برضه. قول لي إيه الفرق
ما بين المواجهة والهروب. سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا شور جدا. عشان انت اللي كاتبه ولا ايه؟ مش هشيلها في كشفتني، المونتاج عامة. انت كشفتني عامة. مش هشيلها في المونتاج عامة. الفرق ما بين المواجهة والهروب، مش عايز اتفلسف، بس الهروب قد يكون جزء من المواجهة، ولكن العكس مش صحيح. ماشي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا قد اكون انا غير مستعد ان انا اواجه ده حاليا، بان انا اصل المواجهه دي مش حاجه واحده، حاجه المواجهه دي بتتضمن حاجات كتير، بتتضمن ان انا اتعامل مع اسباب، اراجع نفسي، اشوف حلول، ادور على اجابات، اطبق الحلول دي. المواجهه عباره عن حاجات كتير جدا. مم. قد تكون من بورت من بورتات المواجهة، ان انت تهرب. بس تهرب من ايه بقى؟ ده اللي يفرق. لو بالظبط. انت بتهرب من ان انت حاسس ان انت غلط، لو انت شايف ان انت مش غلط، شايف ان انت ماشي صح، وشايف ان دي مجرد فترة وهتعدي، اللي هو ايه، فترة اللي هو لا ده انا بس حاسس ان انا مش كويس النهارده، بس بكره ابقى زي الفل، انا اصلا تمام وزي الفل، فانت كده بتهرب مش بتواجه. بس لو انت بتهرب بقى من الحاجات اللي مسببه لك كده، تهرب من الحاجات اللي انت ممكن تبذل فيها طاقة دلوقتي على الفاضي، وشايف ان لو الحاجات دي أجلتها، بس هربت منها حاليا بس هجيلها بعد كده، فشايف ان ده ممكن قد يكون جزء من المواجهة. تمام. تمام. في ناس، وزي مثلا ناس بتنسى كتير. تمام. فانا عارف ان انا لو هربت من حاجه دلوقتي هنساها، بس هتجيلي بعد كده، لو جاتلي بعد كده هتجيلي دبل، هتفشخني. فشايف ان الهروب ده حاجه مؤقته، زي المسكن لما بتاخده في فترات معينه، مش هينفع تفضل ماشي عليه، بس لو اخدته في فترات معينه هيساعدك ان انت بعد كده تكون احسن، لحد ما تبقى كويس كده وتعرف ان انت تواجه الحاجات دي تبقى زي الفل. بس متفاهم مظبوط عامة يعني. هو انت زي ما قلت، انت احسن حاجة قلتها ان الهروب جزء من المواجهة، لكن المواجهة مستحيل تكون جزء من الهروب، لان الهروب ساعات بيكون مطلوب فعلا، لانك انت مش دايما لازم تواجه، مش دايما لازم تخش بصدرك، لانك ممكن في اول معركة تقوم اخد قلم اللي هو. انت مش جاهز حاليا، يعني ايوه انت مش بالظبط. جاهز. ما هو انت لازم تجمع طاقتك، ولازم تقوم واحدة واحدة عشان تقدر تواجه. ساعات يعني الهروب انت بيكون راجل محترم وعندك طاقة زي الفل، وعارف ان انت عايز تغير فعلا، وعارف ان انت خلاص، بس انت مش جاهز دلوقتي ان انت مم. تغير حاجة. يب. طيب بس اقول لك. فده الجزء الكويس من الموضوع الهروب. احنا هنتكلم في حاجة غير شائعة، مش عايزين نقعد نتكلم بقى في الكلام الكليشيه اللي بيتقال اهرب ومش عارف ايه، وفرق ما بين مش عارف ايه وكده. فاحنا بنتكلم عن الحاجات اللي هي مش كل الناس مثلا بيتكلموا فيها. عندي بقى سؤال ليك يا منزو، وليا برضو وللسادة المستمعين وكل الكلام ده. مم. دلوقتي انا راجل تحملت مسؤوليتي، وشايف ان انا عايز اغير وعايز اتغير وعايز اكون كويس وعايز احل وكده. وطبعا طاقتي بدأت ان انا ايه الحاجات اللي ممكن اعملها عشان تخلي يبقى عندي امل واشوف اهداف على مدى الصغير، وتديني طاقة ان انا ابدأ احاول ان انا اغير. حاسس ان انا بدأت افهم شوية، لان هو الموضوع واسع شويتين. اقول لك ازاي. انت لما بتبدأ تاخد خطوات انك تقوم، فهو مش دايما بيبقى عشانك، فاهمني؟ مش مم. دايما هدفك الاول انك تقوم هو يكون عشانك. في ناس حواليك، في شغل انت لازم تقوم عشان لو ما قمتش شغلك ده ممكن يتدمر. في مم. حاجات بتكون إجبارية، وحاجات انت بتحبها، في شغف وفي اضطرار، في نقط. يعني انت مثلا مش هتحب نظرة اهلك ليك تكون نظرة شفقة، فاهم؟ فانت هتحاول تقوم عشان ما تنقلهمش النظرة دي، فاهمني؟ ايوه، وفي برضو اتجاه ان انت بتقوم تعمل حاجة بتحبها، زينا literally زينا. ايوه، يعني ايوه، ايوه. كام حلقة احنا كنا مسجلينها واحنا في اوضاع مش كويس، بس محدش يعرف، او دي بنسجلها حقيقة. لان التسجيل ده هيخرجنا من المكان السيء اللي احنا فيه لمكان احسن. بنخرج كلام، بنخرج طاقة، فده بيخلينا في مكان احسن. فانت بتولد الكبت اللي كان جواك بطريقة ما في حاجات مختلفة، تقوم بسببها. زي عندنا مثلا في حاجات البودكاست. تفيدك، بالظبط، في حاجات الناس اللي تفيدك لان بتركز في انت ممكن المذاكرة. تضيعها في حاجات ما. لا مش حوار مذاكرة، الفكرة ان انت ما تضيعهاش في حاجة تأذيك اكتر. عارف، كان في بار لتراك في ليجاسي اللي هو بتسيب حاجات عشان حاجات اهم. انت اه، كنت قاعد في ميه البطيخ، او قاعد نايم مكتئب حزين، فانت سبت الراحه بس عشان حاجه اهم، عشانك، عشان الناس اللي حواليك
تفخر بيك او انا عشان يعني انا رسالتك. بقيسها بالنسبه لي بصراحه، بقيسها ان انا عشان انا الاول، عشان انا احس ان بالرضا عن نفسي. لما احس بالرضا عن ما نفسي ساعتها الناس كلها، يعني الناس القريبه مني، احس ان هم راضيين عني برضو. بالظبط. انا ممكن اكون مختلف عنك سيكا، لان انا بشوف ان انا اي نجاح ليا، فانا فعليا بيبقى هدفي الاول اللي هو دي حاجه هتتنسب لامي، او هي هتفرح بيها، او هي هتشوفها هتفخر بيا. بس احنا بنتكلم في الاخر في نفس البوينت، ان احنا بنشتغل ايا كان عشان نفسنا او عشان حد احنا بنحبه، فهو ده اللي بيخليك تقوم، ده اللي بيخليك تبص ان انت لازم تقوم، وان ده خلاص انا لازم خطوتي هتبتدي، انا بدأت. دي حقيقه اه. اليوم ده يوم بدايتي. فده ممكن تكون اجابتي على السؤال، لو ده السؤال فعلا. انا آه، مش مختلف معاك يعني، م- وانا بس عايز اتكلم في نقطه ان ايه الحوار، ان انا زي ما قلنا تعمل حاجات. مش شرط، انت مش آلة، انت مش آلة يا اسطى. مش يعني في ناس عندها قدرة انها تركن مشاكلها على جنب وتركز في شغلها، وفي ناس ما عندهاش القدرة دي. وانا يعني ساعات اوقات كتير ما كانش عندي القدرة دي زمان، ولكن عرفت احل الموضوع ده ازاي، باني ارجع كل حاجة لاصلها، ارجع كل سبب لاصله. انا مثلا انت مش عارف تشتغل عشان انت متضايق ان انت مش فاهم المادة دي، او مش فاهم الجزء اللي انت فيه ده. تمام. فانت مش هتشتغل عشان انت متضايق، فهيحصل ايه؟ مظبوط. انت مش هتفضل متضايق برضه، هتتضايق اكتر. فانا م. ساعتها بمسك طرف الخيط. هو مين ابن الوخ اللي بيتصل عليا؟ ماشي. تمسك بقى مش هشيلها في المونتاج واسيبك بقى بالخناقه اللي انت تدخلها مع البطل اللي كان بيرن عليك. انا قصدي ايه؟ انا قصدي ايه؟ عيش مشاعرك، عيش فترة حزنك، بس مش هتوصلك لحاجة لو فضلت ان انت عايش كده على طول. فاهم؟ انت عشان تحس بسعادة لازم هتكون حاسس بالرضا عن نفسك الاول عشان تحس بالسعادة دي. فابدأ بخطوات صغيرة. انت بتتصل تاني ليه يا ابني؟ والله العظيم هو لا مين اسيبها في ده؟ الحلقه. هو مين ده؟ هو يلعب؟ هو مين ده؟ يعني اعمل ايه تاني؟ انت بتصل عليا 5 مرات اللي انت هتصاحبني بلوك يا ابن كواليس مين هاني حلقه زرزور ده؟ الاكتئاب. انت عارف حد اسمه هاني زرزور؟ انا ما اعرفش غير عبد الملك زرزور. ده اخر يعني عامه. عايزين فانا نكمل. الشخص انا الشخص انا الشخص اللي اوقات بتيجي عليه ان هو ما يعرفش يعمل حاجه عشان هو كان متضايق. بس في نفس الوقت انا الشخص اللي لو عمل مجهود صغنن خالص، وعارف ان هو عارف ان هو يعمل مجهود ده وهو مش احسن حاجه 100%، ده بيحمسني اكتر ان انا اعمل مجهود اكبر. فاهم. معاك. ف... ف... ب... ب... معاك. عشان كده وبيجي بقى بعد كده لما احس ان انا متضايق اقول لا عادي. طب ما ايه يعني متضايق؟ طب ما انا عملت كده وانا متضايق قبل كده وعرفت اعمله، فيبقى عندي اللي هو ايه، اركن مضايقتي دي على جنب دلوقتي، وايه اشتغل وابقى زي الفل، وارجع بقى اشوف انا كنت متضايق ليه اصلا. هتلاقيني نسيت اصلا كنت متضايق ليه. امم. فعامة بتكلم على موضوع بقى ايه. انت يا اسطى، فكك من الناس تقعد تقول لك بقى ركز في شغلك ومش عارف ايه وانت في مرحله وحشه قوي. يعني وانت ساعتها في المرحله دي، فكك بقى من الكلام ده كله. انت ابدا ايه، اعمل حاجات صغنونه كده تبدا تديك ايه. شفت انت لما تيجي تولع كبريت وتقعد في العلبه، تقعد اسمها ايه، تقعد تحكه في العلبه كده. لا، ما ينفعش. مش ممكن يولع من اول حكه مثلا، ممكن يولع من تاني حكه. ايه اللي انا بقوله ده؟ ما مش بقتش عارف. حالة عن الاكتئاب عامة. اه لازم تضيف المراحل الغذائيه. انا اقصد يعني ابدا اعمل حاجات صغنونه كده، ابدا اطلع من الكومفورت زون زي ما بيقولوا. ابدا انزل شويه، اخرج، اتمشى، اسمع بودكاست رجال تعرف غنوتين، المستحيل. اسمع بودكاست رجال تعرف المستحيل، اتفرج على فيلم. ما تخليش الحاجة دي طبعا حاجة دائمة، هي حاجات بتساعدك بس مش هينفع تكمل فيها، لان انت لو كملت فيها انت هتخش في سكة ادمان بقى. ادمان بالظبط. الدوبامين وحاجات ايه. دكتور مانو ممكن يخش يكلمنا عنها، انا بس يعني مش لا بتعامل مع تسمح. الاشكال الوسخة. ولا انا بس يعني حد عايز يتعامل. ساعتها تخش في سكة لا ادمان بقى اقصد. اه. فانت الشطارة انك تعرف ان انت تخلي الحاجات دي تساعدك انها تقوم، بس ما تخليهاش ادمان. فاهم. بعد كده هيتولد عندك نوع من الطاقة الصغيرة، تبدأ تركز بقى طاقتك الصغيرة دي انك ايه، تحل بيها نوع من اجزاء صغنونة من مشاكلك. ماشي. ولما تحل بقى هتلاقي نفسك بتحل اجزاء صغيرة من مشاكلك. هيجي لك لحظة، اللحظة دي اللي انا بحبها فشخ، اللي انا بموت فيها، اللحظة اللي هو ايه،
طب والله ما انا يجي مني. ايوه. بعدين في طب اللحظه دي، وانا جامد اهو. اهو طب ما انا حلو اهو، طب ما طب انا ما حلو لذيذ ده. اهو. انت لما كنت تحت كنت بتشوف طب فلان بيعرف يعمل كذا، انا ما بعرفش اعمله، ده انا بني ادم ابن 60 من ناس وحشه. مش محترمه. ايوه. انا ما فيش راجل من ميتين امي. بس ساعتها اللحظه دي بتلاقي اللي هو، طب ما انا فيا اهو يا جدعان، ما انا محتاج ايه؟ دي ما انا الانطلاقه بوتنشال اهو. دي قد خطوه للوراء، يعني تخليك تنطلق بشكل قوي جدا. وده اللي ينقلنا بقى على نقطه ايه، النور اللي دايما بيكون في اخر الطريق، او في، اه بتبدأ فاهم بقى ان تلاحظ ان ايه. ان لا. ان فيها ان انت ان اه انت اهو. واد كويس. انت يجي من الواد ده ولد كويس. يجي من ف تنفع تشتغل مع رجال تعرف المستحيل في يوم من الايام. انا مش كويس عشان اشتغلت في البودكاست ده. اه ماشي. والله انا غير صوتك بالاي اي. انت مش محتاج تعمل حاجة زي كده. اه. فساعتها بقى ال- انت بتلاقي ان العوامل دي كلها بتتجمع انك تكون شايف ان طب ما ابدأ من اول وجديد، ايه المشكلة؟ مبدأ تاني وقع وهتقع عادي يا اسطى، وهيجي لك وقت تحس ان انت فاشل ابن وسط. بس بعد كده هتلاقي ان وقع عن وقع تفرق. انت في مم. الاول وقعت ما كنتش شايف قدامك حرفيا، انت دلوقتي وقعت ايه اتكعبلت، بس ماشي ماشي زي الفل. عامل زي لعيب الكوره لما يجيله اصابه جامده ويجي يلعب الماتش اللي بعديه يحس ان هو ايه مش زي الاول، بس على الاقل عارف يمشي. تاني يب ماتش يب. تلاقيه ايه، بدأ يستعيد مستواه واحده بواحده، فاهم كده؟ مم. طيب انا شايف ان من هنا نقدر نختم، بس قبل ما نختم لو عبدو عايز تضيف حاجة ممكن نضيفها. في النهاية حابب أضيف بس إن إحنا مش زي بعض، صوابعك مش زي بعض. تجربة فلان إن هو يطلع من الدوامة دي هتبقى غير تجربة فلان، غير تجربة إعلان، غير تجربة ترتان، غير تجربة عباس، غير تجربة مين. خلاص يا حبيبي ما تاخد. يعني خش بالموضوع. بص يا عمي، انت جاي تتقدم. التجارب دي مختلفة. فمش شرط عشان واحد عمل حاجة فطلعته من التجربة دي ان انت لما تيجي تعمل حاجة دي هتطلعك من نفس التجربة. بس شيء كويس انك توسع افقك وانك تطلع على التجارب دي، بحيث ان انت هتلهمك في الاخر ان انت هيبقى عندك تجربة باسمك انت، وتجربة يونيك، تجربة فريدة باسمك انت، هي اللي هتساعدك في انك تطلع من الموضوع ده. وما تنساش ان يعني لو انت ما لقيتش حد تكلمه، ما لقيتش حد يساعدك عن تجربة يعني، الجأ لربنا واقرا كلام ربنا. هتلاقي ان انت كان ناقصك حاجة، والحاجة دي انت لقيتها. هو في الاخر ما انت مالكش حد غير ربنا سبحانه وتعالى اولا طبعا، وبعد كده بيجي بقية الناس. فهو مش هيسيبك بس. وهنلقاكم في جزء اخير ان شاء الله لما نطلع من لا، ايه الدوامة دي الجزء بقى. الاخير ده؟ مش لما نطلع ما من الدوامة دي بقى ما نعمل لكم ما حلقة حلوة اتفقتش على تحفة. الجزء الاخير ده يا جماعه. وأم المنتج هتلاقي ان شاء الله هنلقاكم في جزء اخير لما نطلع من التجربة دي، بس يعني الجزء ده ممكن ينزل كمان 10 سنين ولا حاجة. منطق. بس كده. بس كان معكم منذ عبده في الجزء الثاني باشمهندس من عبد. بوصلة ضاعت، وسلام عليكم.